المطة اللي عاملة قلبان على السوشيال ميديا وهيخليكوا تنسوا اي بيتزا اكلتوها قبل كده. وبمكونين بس هنحط كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودر ورشة ملح، وكوباية الا ربع من المية الدافية. وبعد ما سبتها تخمر ساعة هحشي الاطراف بتاعتها علشان تبقى التجربة كاملة زي المطاعم العالمية. اهم حاجة ان احنا بنفرد العجينة اكبر من مساحة الصينية اللي هنحطها فيها عشان نرجع نقفل على الاطراف بالشكل ده. خرمت العجينة بالشوكة كويس علشان ما تتنفخش معايا في الفرن، وبعدين ابتديت ادهن عليها صلصة البيتزا. عايزاكم بقى تجربوا التريكة دي ان انتوا ترشوا على اطرافها سميد ناعم. ونيجي بقى لبطل القصة وهي الجبنة الموتزاريلا. انا مستخدمتش غير الجبنة الموتزاريلا وشوية خضروات من غير اي اضافات تانية، لان الجبنة طعمها حلو جدا مش محتاجة اي طعم تاني جنبها بصراحة. ابتديت ارص الخضروات على الوش ودخلتها على فرن سخن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. واوعوا تنسوا رشة الزعتر. وبعد ما تطلع سيبوها ترتاح شوية قبل ما تبتدوا تقطعوها. عايزة اقول لكم البيتزا بتاعتي محدش دقها مني الا لما سألني على نوع الجبنة وعلى سر المطة.